معانا الكابتن احمد سليمان، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا استاذ عمرو، كل سنه وحضرتك طيب. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله مبسوطين ك- الحمد لله بكل حاجه. كل الحمد لله. كل الناس بتسال عن موقف اخواننا اللاعبين الثلاثه اللي بتتم محاكمتهم الان في دوله الامارات. ايه الاخبار؟ الاخبار طبعا احنا تواصل يومي انت عارف ان البعثه رجعت امبارح، وصمم يتواجد طبعا لاولادنا ومدير الكره الكابتن حسين لبيب رئيس النادي والدكتور حسام ممدوح امين الصندوق واحمد خالد اعضاء مجلس الاداره، وانا خدت البعثه امبارح وكلها ورجعنا. لا اقدر اقوله طبعا احنا بنثق في القضاء الاماراتي، والمعامله هناك كويسه، وفي الاخر ده قانون بلد احنا بنحترمه، وعندنا امل كبير في القضاء الاماراتي وان هو هيدي كل ذي حق حقه. يعني اللعيبه بتتعامل كويس بشكل جيد، علشان بس الاخبار اللي قاعده الناس تالفها وكده وبتاع يفهموا انه الناس بتتعامل بشكل جيد، هيتحاكموا وفقا للقانون والعداله هتاخذ مجراها. ده موجود طبعا زي ما دولة مصر دولة القانون، دولة الامارات دولة القانون، واحنا على علاقات كويسه جدا بيها احنا والامارات احنا معروفين ان بلد واحده، وانا ليا فترات اقامه هناك كتير في الامارات، انا والكابتن حسن شحاته وكلنا اشتغلنا، لينا قرايب ولاد عمامنا واخواتنا وقرايبنا موجودين في الامارات الشقيقه، اللي هي طبعا زي ما كنا في الساحل الشمالي، احنا كنت ماشي في وسط الاماراتيين كلهم في وسط الساحل الشمالي، مش اكتر من المصريين، للحب بين مصر والامارات. لكن اللي انا عايز اطمنه ان المعامله موجوده، وانا كنت النهارده مع اسر اللعيبه كابتن عبد الواحد وكابتن دونجا، واخدين ارقام تليفونات من بكره العمل في الامارات، هيبقى في اتصال بين الاسره، ياخدوا رقم يتصلوا باللاعب ويرد عليه. حتى على مستوى المعيشه اليوميه احنا ما بنعرض حاجات، لا احنا بنجيب لهم اللي هم عايزينه بكل حاجه، فالمعامله الحمد لله معامله محترمه، اماكن ادميه كبيره جدا موجودين فيها، تحفظ اداري عادي جدا. في الاخر هي نرفزه ملعب يا استاذ عمرو، وفي الاخر ما كانش ان بنقابل فريق كبير الماتش الاولاني، ان الزمالك راح بضغوط بطل كاس السوبر، بنقابلنا حظنا القرعه جت مع بيراميدز لسه كاس مصر، فريق محترم، فريق قدر يكون فريق لعيبه مميزه جدا، بقى اعلى سعر لعيبه في مصر حالي في كل مركز اثنين وثلاثه، فكان مباراه صعبه جدا وكنا مضغوطين وعايزين نقابل طبعا نوصل للمباراه النهائيه. في الاخر بعد المباراه الحمد لله كان الماتش الجون الاخراني، الاحداث الاخيره اللي حصل فيها الازمه، ان الجون اتلغى واللعيبه فرحت ووصلنا لضربات جزاء، وبقى في ان شاء الله بنوصل، فهي في الاخر نرفزت بلع في الاخر وكره قدم، وحصل في الملاعب كتير جدا جدا حاجات زي كده، لكن في الاخر احنا بنحترم سياده القانون في دوله الامارات، وعندنا امل كبير فعلا ان الولاد يكونوا موجودين في وسط اهاليهم الفتره اللي جايه، والمراعيه بين الامارات ومصر، احنا بنطمع طبعا ان يكون في سماحه لو في اي حاجه احنا مخطئين، واحنا بنزلنا بيان نادي الزمالك كاعتذار لان اي احداث، والحمد لله انعكس ذلك في المباراه النهائيه يا استاذ عمرو. هو يعني التسليم بالخطأ دي مسألة برضو يعني نص السكة، يعني تخلي الأمور أسهل كثيرا، غير المكابرة وغير، لأنه مسألة أصله نرفزة والآخر، طبعا ده لا يبرر أبدا اللي حصل في نهاية المباراة. لا احنا طبعا بنتم كل تقدير دوله الامارات، ونرفزه ده شيء وارد، هم اولاد صغيرين في السن لعيب الكوره، لكن احنا ادينا الانطباع الاكبر في المباراه النهائيه يا استاذ عمرو. الحمد لله الاهلي والزمالك ناديين كبار، رغم ان في الفنيات حصل حاجات في تحكيم، كل ده حتى ما بانش تاثيره، لينا جون واتلغى خدنا بكل هدوء التزامنا في تسليم الجوائز، المجلس اداره الزمالك كل في اخر لحظه موجود لغايه ما النادي الاهلي استلم، لعيبه الزمالك بتسلم على لعيبه الاهلي، الجماهير التشجيع المثالي، كل ده الحمد لله انعكس في المباراه الاخرانيه، وده صوره كويسه جدا لتنظيم دوله الامارات، وظهور محترم لفريقين كبار بيمثلوا قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك. فاللي اقدر اقوله في الاخر احنا فعلا احنا دوله قانون، وبنحب دوله الامارات طبعا، هي دوله كبيره جدا في القانون، وناس من حاطين قواعد، عندهم جنسيات على مستوى مختلفه، اكبر جنسيات في العالم موجوده في دوله الامارات، بيحكمها قانون واحد على الجميع، واحنا بنحترم ذلك في الاخر يعني. أكيد. كابتن أحمد سليمان، قبل ما أقفل معاك، هو الجون كان أوفسايد ولا مش أوفسايد؟ نخش بقى في الفنيات الحلوه، اللي عايز يشوف جون اوفسايد يبص من ظهر زيزو، في فيديوهات كتيره جدا، هيلاقي حضرتك ان زيزو اخذ يعد خطوات زيزو ويعد خطوات رامي ربيعه.
زيزو خد 4 خطوات ورامي ربيعه خد خطوتين، يبقى مين اللي خد الوقت الاكبر؟ غطى الجون. تعالى من ظهر زيزو شوفها كويس يا عمرو، ويا ريت تقعد عند حضرتك. من ظهر زيزو في فيديوهات كتير ابعتها لحضرتك لو عايز، الحركه موجوده، ومع ذلك التزمنا مفيش مشاكل. ومبروك للنادي الاهلي وارض لك للزمالك. وفي ماتش بيراميدز، نادي بيراميدز ده برضو كان نادي كبير زي ما انت قلت. احنا يعني كان اسهل لنا سيراميكا طبعا، انما بيراميدز نادي كبير وعريق وعنده امكانيات ولاعيبه يعني. لا، نادي بيراميدز طبعا اثبت وجوده في الشرق الاوسط حاليا، بيلعب كاس مصر، بيلعب في بطوله افريقيا، موجود في دوري الابطال السنه اللي فاتت وموجود السنه دي. سيراميكا برضو فريق داعم نفسه كبير جدا وعمل مباراه كبيره ضد النادي الاهلي، ارهق النادي الاهلي، وبيراميدز ارهقنا جدا، وكنا شايلين هم الماتش ده اكتر من مباراه النادي الاهلي بامانه، يعني كان رقم واحد، عشان كده كان الضغط اكتر في مباراه بيراميدز. يعني بص يا كابتن احمد، انا امبارح قلت ايه؟ انه لم يعد نادي الزمالك الان نادي ازمات، ولا نادي مسكين، ولا نادي غلبان. خلاص الصورة بتاعت النادي انه نادي قوي، نادي ماتشاته صعبة، نادي قادر على انه ينافس. فدي نقلة كويسة جدا بيتم اثباتها كل يوم يعني. مجلس اداره الزمالك في فتره، احنا بقالناش يا دوبك هنكمل سنه كمان يومين، احنا غيرنا في كره القدم 16 لعيب، وده لم تحدث في الفريق، لكن احنا عملنا فريق محترم، فريق احنا الفريق المنافس لينا، لعبنا 4 مباريات اللي اكبر تقليد النادي الزمالك، قابلناه في كاس مصر في السعوديه، كان اقرب بنسبه كبيره جدا بشهاده النقاد ان الزمالك فوز المباراه الثانيه في الدوري المحلي كسبنا النادي الاهلي، المباراه الثالثه في الدوري السعوديه السوبر الافريقي تعادلنا وكسبنا بضربات الجزاء، وفضلنا ند احنا والنادي الاهلي لاخر لحظه. الماراثون الكبير في المباراه الاخرانيه في الامارات لغايه 120 لولا ضربات الجزاء كان فينا توفيق ليها، كان المباراه اتحسمت لينا. طمني على شيكابالا عامل ايه؟ شيكابالا نجم كبير وتعرض لمواقف كبيره، لا ده شيء وارد، الاخطاء كل رونالدو كل ميسي كل لعيبه العالم ضيع فترات من الفترات، وشيء وارد ان هو يضيع ضربه جزاء، لانه برضه بقى ليه ضغوط وتحمل مسؤوليه الجماهير، لكن الحمد لله شيكابالا مستوعب، كابتن فريق بيقود الفريق باداره كبيره جدا، هو اللي خرج بعد المباراه رغم ان هو كان نفسيا بيتضايق، لكن قدر يطلع الولاد من ان احنا ما حصلناش على كاس السوبر المصري، وكان ليه دور كبير جدا. انا شايفه في الطياره واحنا قاعدين مع بعض وبيتكلم مع كل اللعيبه. شيكابالا قائد طول عمره ونجم هيكون زملكاوي كتير جدا، نادرا تعويضه. حضرتك تعرف اكتر، هل فعلا ده كان دور شيكابالا، يعني دوره انه يلعب ضربه الجزاء، ولا هو تصدى ليها لوحده؟ بامانه صعب، انا راجل مسؤول ومشرف على الكوره، الحاجات دي ما بحبش اقولها، يعني ده شيء بتوفيق وعدم توفيق في الاخر. أكيد. ممكن شيكابالا يبقى اول لعبه، لكن لا، ما المسلوسي ضيع قبليه، فممكن كان حد ومسلوسي ما ضيع قبليها، وفي النادي الاهلي ضيعه، وكان ممكن حد تاني غير شيكابالا يخش ويضيعها برضه. احلى جوان في النادي الاهلي جابها شيكابالا. كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله موضوع اللاعبين يتحل بالقانون وبالعدل وبالرحمه بكل هذه المعاني يعني. شكرا لك. خلينا نطلع فاصل اعلاني اخير ونرجع تاني، لسه عندي حكايات في الحلويات، ابقوا معنا. ودي كانت مداخلة الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مع عمرو أديب، وكشف فيها طبعا حقيقة اللعيبة عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي اللي هم طبعا محجوزين دلوقتي في الإمارات بسبب المشكلة مع فرد أمن في الإمارات. طبعا النهارده كشف الحقيقة وقال اللي هيحصل مع اللعيبة هناك زي ما حضراتكم طبعا سمعتوا الفيديو مع عمرو أديب، وقال طبعا اللي هيترتب بعد كده من إدارة نادي الزمالك عشان تشوف الموضوع اللعيبة ده وتخلصوا هناك في الإمارات. طبعا اتعملت ليهم قضية زي ما حضراتكم عارفين، والمشكلة كبرت جدا دلوقتي بينهم وبين فرد الأمن، فنشوف اللي هيحصل في الأيام القادمة. ودي طبعا كانت المداخلة كاملة مع عمرو أديب. يا ريت حضراتكم ما تنسوناش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، تشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.